يعني ايه حد يبقى مش عايز يترقى؟ فلان ده شاطر جدا وفاهم قوي في شغله، بس عمره ما ينفع يبقى ليدر. يعني مش معنى ان انا النهارده انا بشتغل شغلانه اكس فلازم بعد سنتين او 3 ابقى سينيور اكس. ما هو مش شرط. فلما يبقى معاك 2 3 تحتيك هتعمل فيهم ايه؟ انت محتاج تطور ايه في نفسك عشان تبقى مؤهل ان انت تكبر. الحلقة اللي فاتت سألنا سؤال مهم قوي، واعتقد كذا حد بيسأله. سؤال بيقول: هل ضروري ان اي حد شاطر ينفع ان هو يترقى ولا لا؟ فمعانا يحيى. ازيك يا يحيى؟ كله عامل حلو، ايه؟ اخبارك انت ايه؟ زي زي الفل، الفل. الحمد لله الحمد لله. اجاوب. يس. بصي، يعني عشان نكون صراحة، لو بنتكلم في او لا قبل ما نتكلم في تفاصيل، فالاجابة هي لا. اوكي. مش شرط كل حد شاطر يترقى ويبقى ليدر ويمسك تيم ويبقى مانجر وهكذا. اوكي. ليه بقى؟ ده السؤال اللي محتاجين نعرفه. اول حاجة لازم نبص لها هي الدرايف او الشخص الموتيف نفسه، وهو حابب انه يترقى ولا لا. ده رقم واحد. مهم. خليني احكي لك على حاجة انا قابلتها زمان لما كنت داخل تيم جديد، وفي حد بيأسست عليا، مثلا حد اوكي. قديم قوي وفاهم السيستم وعارف تقريبا اولموست كل حاجة. فده اللي منين ما انا بقف في حاجة برجع له. اوكي. فده كان شخص كبير ومتجوز ومخلف، وانا كنت لسه ساعتها في بداية ال الكارير بتاعي. فقعدت كده اتكلم معاه شوية في مرة، يعني بقينا اصحاب نتكلم كتير وكده. فقلت له: انت ليه مش ماسك تيم؟ يعني انت هم. ليه لحد دلوقتي بتاخد كولز زينا، بتعمل مش عارف كذا، بتأسست بس الناس اللي موجودة والكلام ده كله. فرد عليا رد انا كنت اول مرة اسمعه، وقال لي: لا انا مش عايز. طب انت ليه مش عايز؟ قال لي: لا يعني مسؤوليات كتير، وهيبقى معايا تيم انا مسؤول عنه. انا دلوقتي متحكم في التارجتس بتاعتي، في ارقامي، في حاجتي، في كل حاجة. فليه ابقى انا مسؤول عن ناس تانية انا مش ضامن هم هيعملوا الحاجة زي ما انا بعملها او عايزها تتعمل ولا لا. فوقفت يس. كده شوية انه يعني ايه حد يبقى مش عايز يترقى. دي كانت بالنسبة لي انا فكرة غريبة قوي، اللي يس. هو ازاي؟ ما هو اي حد عايز يكبر ويترقى في الليفلز مختلفة ويبقى ماسك تيم و فدي كانت اول مرة اقف عند فكرة انه الشخص عايز ولا لا. فدي كانت اول حاجة. الحاجة التانية، غير انه الشخص حابب او لا، في فكرة انه مش معنى ان انا شاطر في عمل الحاجة بايدي ان انا اعرف ابقى مسؤول عن تيم. من الاخر كده، في حاجة اسمها سكيل سيت او مهم. مجموعة من المهارات اللي المفروض تبقى عندي انا، او البيز اتليست بتاعها عندي النبتة الصغنطوطة دي اللي اقدر ان انا اطور منها بعدين، اللي ليها علاقة مش بس ان انا شاطر في الشغلانة، لان انت لما هتمسك تيم انت مسؤول عن إدارة الاشخاص دول، ازاي تقود الاشخاص دول، اللي هي فكرة الليدرشيب. فمش معنى ان انا شاطر في الحاجة ان انا لما همسك تيم هعرف احركه كويس. صح. وده اللي احنا بنشوفه النهاردة مع بعض الفيرست تايم ليدرز، انه حد لسه ماسك تيم، ان شاء الله حتى لو 2 3 4، ما انت في الاخر مسؤول عن الناس دول. يس. فبيبقى حماسي انا وانا بترقى ان انا كنت شاطر قوي 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 قوي، فيلا علشان نمسك تيم، فيلا نخليهم يعملوا حاجه زي ما انا كنت بحب اعملها. من هنا بيحصل بقى فكره المايكرو مانجمنت والكونفليكت اللي بين الفيرست تايم ليدر لا. والناس اللي تحتيه. فمن هنا بنشوف حاجات كتير قوي بنتكلم فيها بقى يس. في الليدرشيب. احنا الحلقة اللي جاية هندوس بالتفصيل في الموضوع بتاع الفيرست تايم ليدر او فيرست تايم ان انت تبتدي تليد بيبل، حتى لو في student activity، مش شرط في البيزنس. فيعني بالظبط. حتة مهمه كده قوي. مهمة قوي بالظبط قوي. بالظبط. فزي ما قلنا، انا عايز او لا، انا عندي المهارات اللي محتاج ان انا تأهلني ان انا اطلع وابقى ماسك تيم ايا كان. انت دورك في تيم كبير، في مانجيريال ليفل، لا في ستارت اب زي ما انت لسه قايله، وهكذا. في اسباب كتير جدا، بس دول الحاجتين الرئيسيين اللي غالبا بيتركز عليهم اكتر. يس. بلس ان في حاجه تانية، في ناس بتترقى في حاجات بتبقى تايتلز ليها علاقه بمانجمنت، او انه الشخص يبتدي يليد بيبل، يبتدي يطلع في تراك اصلا ان هو يكبر واحده واحده لغايه لما يبقى بيليد اورجانيزيشن. مهم. وفي تراك تاني اللي بيبقى حاجات التكنيكال شويه، ان انت تاخد سينيوريتي ليفل بس بتعمل نفس الحاجه. مم. فممكن يبقى شخص شاطر قوي تكنيكال ومش عايز يترقى عشان ما ياخدش مسؤوليات ففي اوقات الاورجنايزيشنز بتعمل ايه: ما اقدرش اخليك في تايتل
junior طول الوقت. فبيبقى مثلًا في شركات بتفصل تقول إيه، إحنا عندنا title supervisor وعندنا title مثلًا lead، الاتنين دول equivalent، بس ده بيlead people وده كان junior بقى senior بقى subject matter expert بقى supervisor. يعني كإنه بيبقى في track للحتة الtechnical وفي track للحتة اللي فيها leadership وmanagerial roles. إمم. فمش شرط إنه أبقى ما اترقاش علشان خاطر أنا مش عايزة lead people. أنت ممكن تكون بتترقى في الtrack التاني الtechnical، إمم. وده بيحصل كتير أوي في الحاجات اللي ليها علاقة بالتكنولوجي، ليها علاقة مثلًا بحاجة الproduction بتاع الbakeries مثلًا. في حاجات كتير أوي، في شغلانات كتير ينفع يبقى فيها القصة دي. plus إنه مثلًا لو أنت الcareer بتاعك إن أنت مُدرِّس، الترقيات بتيجي بعد أوقات كتير. يعني في career الموضوع بياخد وقت زي teaching البنوك، مش كل سنة سنتين أنت بتدوّر على role جديد. while إمم. إن في careers تانية الدنيا سريعة جدًا، وتقدر إن أنت تبقى في العشرينات ومعاك level عالي جدًا، جدًا، والexperience بتاعتك تسمح لك بده من غير ما تُخِل بالخبرة بتاعتك بشكل قوي. إمم. ف يعني دي حاجة برضه محتاجين نفرّق ما بينها. plus إنه أنت قُلت حاجة كويسة أوي، إنه في فرق ما بين إن أنا أكون عايز و و وفي فرق ما بين إن أنا شايف إن أنا أقدر أعمل ده، ومش عارف إن أنا ما عنديش الskill set دي. إمم. فعايزة أسألك إيه الحاجات الأساسية اللي بتحس إنه لو دي مش موجودة مش هينفع إن الشخص ده يترقى ويبقى بيlead people؟ في حاجات كتير بس أهمهم إنه أنا لازم أبقى فاهم إن أنا باتعامل مع بشر، ففكرة إن أنا باتعامل مع الناس بس كأرقام كtargets كfigures ده مش هينفع خالص. فكرة إن أنا شخص مش بيعرف يcommunicate كويس، اهم. دايمًا شايف كل حاجة من وجهة نظره هو بس، ما بيبقاش بيperceive أو بيتقبّل أي آراء تانية، دي حاجة ممكن تعمل كوارث لو شخص عنده الصفة دي ومسؤول عن أشخاص. فكرة إنه شخص دايمًا عنده فكرة الego أو الأنا Yes. عالية، ودي اتكلمنا عنها قبل كده برضه، إنه أنا باحب دايمًا أبقى الشخص اللي بيبان في الصورة، فلو الteam عندي بيعمل أي حاجة أنا باقول إنه أنا عملت كذا، أو مش باعرف أعمل recognition للشخص اللي بقى هو اللي حقق فعلًا الحاجة، في الآخر إحنا one team. بس الcredit رايح لحد لإن هو اللي تعب فيها أكتر إمم. من أي حد تاني، فالproject ده كان اتبنى على إيدين حد من الteam. فلأ، في list كبيرة أوي من الحاجات اللي ممكن إن إحنا نتكلم فيها، بس اللي أنتِ قُلتيه بس عايز أربط منه حاجة ليها علاقة بإنه بنشوف أحيانًا بعض الموظفين النهارده بيربط الترقيات بالوقت. اهم. أنتِ قُلتِ ده بينفع في بعض القطاعات، بس ده مش بينفع في كل حاجة، يعني مش معنى إن أنا النهارده أنا باشتغل شغلانة X فلازم بعد سنتين أو 3 أبقى senior X، ما هو مش شرط، هي الفكرة إنه هل في opportunity أصلًا والّا لأ؟ اهم. دي الفكرة، هل أنا أصلًا لإنه برضه واحدة من الأسباب، هل أنا أصلًا في المكان اللي شايف الskills بتاعتي وهيinvest فيها عشان يكبّرني والّا لأ؟ ما أنا ممكن أبقى أنا موجود في المكان اللي مش واخد باله منّي، أو أنا كشخص أصلًا مش عارف أبيّن الskills أو المهارات بتاعتي، وبالتالي ممكن ألاقي بعد شوية وأرجع أقول إيه ده بيرقّوا فلان أو بيكبّروا فلان، رغم إن فلان ده عارف إنه يبيّن شغله مضبوط، بس أنت مش عارف تبيّن شغلك. فالأسباب فيها كتير أوي أعمق من بس إنه أنا عايز أو لأ، أو الشركات environment بتinvest بتكبّر، ممكن يبقى الperformance management system اللي موجود جوّه المكان مش محطوط فيه smart objectives كافية اهم. تبيّن الناس القوية، سواء في technical skills أو leadership skills مثلًا، لإن دايمًا الشركات أغلبها بيركّز على إيه، الtechnical skills، إنما هل في حد بيبُص على الvalues بتاعة المكان؟ هل في حد بيبُص على إيه الcompetencies اللي إحنا بندوّر عليها في الemployees بتوعنا اللي linked بالvalues بتاعتنا والّا لأ؟ اهم. هل بنشوف الموظفين بيعملوا إيه مربوط بvision أو mission ليها علاقة بالمؤسسة دي والّا لأ؟ فالموضوع ليه أبعاد كتير أوي، اللي في الآخر بتوصّل لفكرة إنه مش كل موظف شاطر ينفع يترقى. هيترقى. طب فاكر stories؟ يعني أكيد عدّى عليك ناس كتير ما حصلهمش promotion أو ترقية بسبب مواقف مختلفة. ففاكر قصص كده تحكي لنا عنها؟
غير الستوري اللي انا قلتها على الشخص اللي ما كانش عايز في ناس، وهربط ده شويه باللي احنا اتكلمنا فيه في الحلقه اللي فاتت. آه بيبقى متشاف كويس، بتبقى الشركه حابه تنفست فيه، بس هو ما عندوش الخلق من الاخر يعني ان هو يستنى شويه او يصبر شويه، فمجرد ما بيحصل له اي تشالنج باي باي. مهم. فبحس انه احيانا هو الشخص بيفوت على نفسه فرصه ان هو باين في المكان ده ومتشاف، ودي حاجه كويسه قوي. فكره ان انا متشاف دي نقطه فيصليه جدا مش سهلة في خالص. الموضوع. فهو بيتسرع انه ياخد القرار انه لا شكرا مش عايز، انتوا عمالين تقولوا انا بقالي كتير ومستني ومش عارف ايه، وفي الاخر ما جاليش الفرصه. فمجرد ما يجيله الفرصه دي بره يروح رايح واخدها. مش عايز اقول انه صح او غلط، بس انا محتاج هنا ابقى بقارن مقارنه مظبوطه، انه هل الافضل ان انا اخد بوزيشن في شركه انا فيها بقالي سنتين ثلاثه وفاهم الدنيا وفاهم الكالتشر والناس عرفتني كويس، ولا اروح ابدا من الاول تاني في مكان ببوزيشن جديد بس لسه محتاج ان انا اثبت للناس قد ايه انا جامد. دي ليها مزايا وعيوب ودي ليها مزايا وعيوب يس. عشان ما بقاش بعمم يعني. مهم. ده بينفع وده بينفع، بس الفكره انا محتاج احط المقارنه دي مظبوط عشان اخد القرار الصح. اوكي. دي واحده من الحاجات. انت طيب بتفكري في اي ستوري على برضو ما احاول افكر في حاجه هو تانية؟ في ستوريز كتير قوي قوي، بس انا بالنسبه لي الكي سكيل اللي الناس يعني للاسف بسببها ناس كتير قوي شاطره قابلتهم في كذا شركه في كذا مكان، هو ما ترقاش بسببها حته الكوميونيكيشن، مم. وايل ان هي very basic skill. والمفروض انه ناس كتير قوي لو تيجي تقول له يلا انت اسايند عليك كوميونيكيشن كورس، يحس انه ايه الهبل ده، انا مش هحضر كوميونيكيشن. مم. كوميونيكيشن واحده من السكيلز الواسعه قوي، لان جواها حتت كده صغننه، يعني لو واحده فيهم بايظه بتعمل مشاكل. هل انت بتعرف تكوميونيكيت وتقول افكارك كويس؟ هل انت بتعرف لما تفكر في فكره والفكره دي حلوه قوي في دماغك بتقولها وتطلعها حلوه وتعرضها بشكل كويس زي ما هي حلوه في دماغك ولا لا؟ بالظبط. هل انت بتعرف تتقبل اراء الاخرين ولا لا؟ هل انت بتعرف تتحكم في الرياكشنز بتاعت وشك ولا لا؟ مم. فهل انت مثلا لو مش عاجبك حاجه معينه في ميتنج ومعانا سينيور مانجمنت، فانت قاعد وفضحت مديرك بقلبة وشك، دي تخلي دي تعلم عليك اكس، يعني دي تعمل بوليتكس بقى قصص مم. للصبح. ان انت بتحط مثلا في الكوميونيكيشن بتاعتك انت بتوصل ايه عن نفسك، انت بتلبس ازاي، بتتكلم ازاي، بتمشي ازاي، بتهزر بطريقه عامله ازاي، ايه البراند بتاعتك قدام الناس. بالظبط. آم، لقطة ان انت مثلا بتحط على الفيسبوك وحاجات زي كده تريقة طول النهار في حدود عاملة ازاي، يعني انت بتوصل ايه، اللي هو مين عندك على الفيسبوك، مين عندك على انستجرام، السوشيال ميديا عامة يعني، وانت بتقول ايه عن مين يعني. دي مم. كلها قصص وستوريز انا بقولها كده بس عمالة، وانا بفتكر ناس كان ينفع انه ياخد كارير باث اعلى، بس الحتة دي ما كانش عنده لسه فيها الاكسبيرينس فوديته في سكة تانية. ده حقيقي. ف فكرة السوشيال ميديا دي كمان مرعبة. هم. وعايز اقول هنا حاجة، لانه دايما الناس تفكر في ايه، انه ده البروفايل بتاعي انا حر اكتب اللي انا عايزه. وده حقيقي انت حر، بس في الاخر زي ما قلت كده انت ليك براند. الناس بتقيمك بناء على كل حاجة انت بتعملها جوه الشغل وبره الشغل. فاي بوست انت بتحطه على سوشيال ميديا، على فيسبوك، على لينكدين، في الاخر هو بيتربط بالبراند بتاعتك، يس. وانت بتحط نفسك في انهي قالب من الاخر. فدي حاجة الناس كتير مش بتاخد بالها منها، وبيبقى داخل على طول طول الوقت. مش معنى كده ان احنا ما بنهزرش، ما احنا بنهزر ونحط بوستات تضحك والكلام ده كله، واحنا على طول بنهزر في اي حاجة بنتكلم فيها في البيزنس. بس الفكرة انه تو وات اكستنت او لاي مدى انت بتتكلم على الشغل بشكل عام. هل انت شخص على طول بيسخر من كل حاجة بتحصل، واللي انت بتكتبه ده لو مديرك قراه فهيفتكر انك بتتكلم عنه، او امم. المانجمنت هيفتكروا ان انت بتتكلم عنهم، ولا انت بتتكلم في نطاق اصغر من كده او ابسط من كده، فاي حد هيريليت لي بشكل لطيف ودمه خفيف والكلام ده كله. فالناس بس ربطاها بانه انا من 9 ل5 بعمل ايه. لا، هي طول اليوم انت بتعمل ايه، هي مش يس. بس ليها علاقة بانت جوه الشغل، لا انت جوه الشغل وبره الشغل، لان اي حاجة انت بتبوست او بتحطها على سوشيال ميديا مرتبطة بالبيزنس فهي في الاخر هتأثر على البراند يس. بتاعتك. ودي حاجة ممكن تبقى considered واحنا بناخد قرار
او بيتم وضعنا في قرار او سؤالنا كال&دي ديبارتمنت عن الشخص الفلاني او الديفلوبمنت بتاعته او مم. اور فيدباك عن هو بيعمل ايه في اي تريننج مثلا احنا بندليفر والكلام ده كله. فحته السوشيال ميديا دي مرعبه، وكتير ناس محدش بياخد باله منها او مش بيركز يس، فيها قوي. ساعات كتير قوي الناس بترد ردود، يعني بتيجي تتكلم مع الناس على حتة سوشيال ميديا بتاع، بتلاقي بقى يعني بيطلع قدامك childish attitude مش طبيعي. يعني امم. ايه؟ اتجاه كده او طريقة طفولية في التعامل. عارف لما تشوف حد اللي هو الولد ده شاطر جدا او البنت دي شاطرة جدا، بس مش فارقة معاه، فهو طول النهار يا حبيبي انت ارقامك كان ناقص لك كذا وتجيب التارجت بتاعك، ماشي مش فارقة. امم. الناس اللي طول الوقت في ساركازم وبتتريق ده يعني مش دايما بينفع ان انت تكمل بالطريقة دي، لانه ده childish attitude، اتجاه امم. طفولي جدا. انت بتتعامل بطريقة غير مسؤولة. فبحس انه رغم ان هو اشطر واحد في الدنيا واشطر واحد في التيم بتاعي، ما اقدرش اديله مسؤولية تيم. ليه؟ لانه لو اديته بروجكت مثلا هيليد حتى بروجكت حاجة صغيرة، بيخرب الدنيا وتقع منه تفاصيل ومش فارق له، وتيجي تتكلم معاه يعني مش فارقه، انا جاي كده عشان اضيع وقت. في الاول خالص ممكن ما يبقاش عندك تشالنجز، وانت مثلا حاسس انه انا تمام، انا بشتغل علشان اضيع وقت، عشان احقق نفسي، مش عارفه ايه، مش امم. عشان فلوس، فلسه ما عنديش ضغط او حاجه، فما بيبقاش فارق لي. ما ينفعش إن ده اللي يبقى ظاهر قدّام الناس، لإنه ده بيروح لاتجاه إنه مش هاشيّلك مسؤولية. امم. لو أنت مش شايل مسؤولية نَفْسك enough، ومش فارق لك لمّا بادّي لك comments وباقول لك على حاجة وأنت مش coachable ومش قادر تسمع، مش قادر تتقبّل الcoaching أو الإرشاد من المدير بتاعك أو من الناس اللي معاك، فلمّا يبقى معاك 2، 3 تحتيك هتعمل فيهم إيه؟ لمّا يبقى امم. معاك project بتاعك هتعمل إيه؟ فدي واحدة من الحاجات اللي باحس إنه هو فلان ده شاطر جدًا وفاهم أوي في شغله، بس عمره ما ينفع يبقى leader، ما امم. عندوش مسؤولية، هو لسه بيتعامل بطفولة. يس، في فدي في حاجه كمان احيانا بشوفها في الناس وبحس انه مش دي الحاجة اللي هتخلّيني أعرف أرقّي شخص أو أخلّيه يبقى مسؤول عن team. هي فكرة إنه في بعض الناس بيتخيّل في مرحلة مبكرة جدًا من الcareer بتاعه إنه أنا خلاص، وأنتِ حتى قُلتيها من شوية، بعض الناس تيجي تحطّيه في training ليه علاقة بالcommunication أو presentation skills علشان نبدأ نdevelop أو نطوّر شوية حاجات. لا، لأ، أنا جامد جدًا، أنا مش محتاج الكلام ده خالص. ففكرة إن هو خلاص حَس إنه جاب آخر السلِّم، دي حاجة أحيانًا بتُقف في طريق الناس من إن هي تكبر، إنه مش بيحاول يطوّر من نَفْسه، أو شايف إن أنا شغّال في المكان ده بقى لي 5، 6 سنين، فأنا بقيت فاهم كل حاجة، ده جميل. هل أنت بقى عندك باقي الskills اللي تخلّيك تعرف تبقى مسؤول عن team أو تكبر في الposition بتاعك؟ أحيانًا بما إنه زي ما كنا اتكلمنا قبل كده الself reflection، أنا باقف كده قدّام المراية أو بيني ما بين نفسي، بابدأ أتكلم بقى بشكل صادق، إنه هل أنا فعلًا مؤهل اهم. والّا لأ؟ طب لو مش مؤهل، إيه الحاجة اللي أنا محتاجها علشان أتطور؟ لإنه في الآخر أنت شخص ما بياخدش أي كورسات، سواء شركة بتطور منك أو أنت بتحاول تinvest بنفسك تدفع فلوس. واتكلمنا قبل كده عن إنه لو أنا داخل كورس أعمل إيه الأول علشان ما Yes. ابقاش باحط فلوس على الفاضي. فكل دي حاجات الموظف لازم يقف عندها. انت محتاج تطور ايه في نفسك عشان تبقى مؤهل ان انت تكبر في Yes. المجال بتاعك سواء جوه شركتك او بره. ما هي دي آخُد من النقطة. كلامك في الحتّة بتاعة أطوّر إيه من نَفْسي، أنا باحب أوي، أوي model بتاع روبرت كاتس ده. كان بيقول يعني أنا لو عايز أتطوّر وابتدي أطلع في levels أعلى، هو ابتدى يقسّم إن الskills اللي أنت محتاجها في الmanagerial roles، مم. وقال إن في first line أو الناس دي اللي هو الfront liners، ده اللي هو الlayer الأولاني أو الصف الأولاني من الموظفين اللي بيشتغل الشغلانة بإيده. بعدها في الmanagement أو في الإدارة في 3 أقسام أو في 3 levels، في 3 مستويات. المستوى الأول هو الfirst line managers، ودول المديرين المباشرين اللي برضه هو فاهم technical كويس وعارف الشغلانة كويس، بيبقى مثلًا بيشرف على 4، 5 تحتيه بيعملوا الشغلانة دي بإيديهم. مم. الlevel التاني أو المستوى التاني هو الmiddle management، ده بيبقى رئيس إدارة، رئيس قطاع، هو ماسك الteams كلّها اللي بتشتغل في الoperations في الHR وهكذا، ده بيسموهم middle management. بيبقى ماسك part معيّن من الorganization أو ماسك جزء معيّن من المؤسسة.
أعلى ليفل هو التوب مانجمنت، ده احنا بنتكلم بقى على الإدارة بتاعة الشركة كلها على بعض، السي او بكل السي ليفل بكل السينيور مانجرز أو الناس اللي ماسكة يعني قطاع كبير قوي من الشركة. مم. فنبتدي نقول انه ايه بقى السكيلز اللي احنا محتاجينهم. يعني ده كده الثلاثه ليفلز اللي هو قالهم. قال ان في 3 انواع من السكيلز، في تكنيكال سكيلز او هارد سكيلز، دي ليها علاقه انه لو انا بشتغل محاسب لازم ابقى بعرف اشتغل على اكسل، ابقى فاهم يعني ايه بي ان ال، ابقى فاهم الحته التكنيكال دي. لو انا في الكاستمر سيرفيس ابقى فاهم يعني ازاي ارد على حد وهندله واعمل الكومبلينز ازاي والسيستم وهكذا. على النقيض في حاجة تانية، هي مش على النقيض قوي، يعني على الجزء التاني او البارت التاني اللي بيكمله في السوفت سكيلز، او هو سماها الهيومن سكيلز، السكيلز اللي بتساعدني ان انا اتعامل مع بني ادمين، سواء بقى ان انا اليد بيبل ولا ان انا اكون بكوميونيكيت مع الناس وان انا كولابوريت في تيم واحد وهكذا. في جزء تالت، وده احنا عادة مش بنتكلم عنه قوي، احنا دايما بنتكلم عن soft skills والهارد skills او مم. technical skills. هتكلم ان في نوع تالت اسمه conceptual skills، ودي الحاجات اللي ليها علاقة بالكونسبت او بطريقة التفكير، بالمايند سيت، ازاي انا بفكر، ازاي احط بلان، ازاي استراتيجايز. فهو قال ان كل ليفل بيختلف اللي هو محتاجه من الثلاثة سكيلز دول. فلو بصيت على الموديل هتلاقي ان الثلاثة كده فوق بعض، بس شكل الاحتياج للسكيلز عامل ازاي. هتلاقي ان الهيومن سكيلز على كل الطريق ب3 ليفلز هو محتاج انه يشتغل عليها، ودي محتاجة يعني شغل كتير ومش بنبطل نشتغل عليها، زي communication والحاجات اللي احنا بنحس ان هي very basic و emotional intelligence وحاجات مم. بسيطة، دي ما بنبطلش نشتغل عليها ايا كان كنت في انهي ليفل لغاية التوب مانجمنت انت محتاجها. قال ان كل ما كنت في ليفل اقل، الفرونت لاينرز والفيرست لاين بيحتاجوا التكنيكال سكيلز بقوه شديده والمساحه بتاعتها كبيره قوي، مم. بس كل ما بتعلى التكنيكال سكيلز بتقل لغايه لما توصل للتوب مانجمنت. يعني فكر في كل سي او في كل شركه ايا كان، هو كان بدأ ازاي؟ هتلاقي واحد ابتدى ديزاينر، واحد ابتدى اكاونتنت، واحد ابتدى حاجات بسيطه قوي، مش شرط انه يكون يعرف كل الحاجات التكنيكال بايديه. مم. فلو جبنا سي او في شركه بتعمل برودكشن لحاجات زي المجات دي، هل هو هيبقى عارف بايده ازاي يعمل مج زي ده او يعرف يصين المكنه مثلا؟ صعب. مم. لكن هو محتاج اكتر ايه بقى؟ يعني احنا لو قلنا ان تكنيكال سكيلز بتبتدي يعني واخده حيز كبير وتبتدي تقل لغايه لما نوصل للتوب مانجمنت، على الناحيه التانية وعلى النقيض conceptual skills بتبتدي حاجه بسيطه جدا للفرونت لاينرز وللفيرست تايم مانجرز، وكل ما بتعلى كل ما ده اللي بياخد الحيز الاكبر. مم. عشان كده ساعات كتير قوي تيجي تلاقي لو بصينا على الارقام، ده فلان ده انا ما يعرفش يعمل شغلانه زيي، ده انا اشطر واحد بيعمل كذا، انا ارقامي والكي بي ايز بتاعتي كذا وكذا وكذا، وفي الاخر ما بترقاش. مم. لانه يا اما عندي ازمه في الهيومن سكيلز، يا اما ما عنديش النبته زي ما كنت بتقول او البوتنشال بتاع الكونسبشوال سكيلز. انا مش بفكر في البيجر بيكتشر، انا بخش اتخانق مع اي حد، المهم التيم بتاعنا. مم. فانا طول النهار ماشي باتيتيود وين لوز. اي حد تاني هتمسك مثلا 2 تيمز او 3 تيمز، هل ده هيبقى منطقي؟ انت مم. هتفضل تدوس في الناس ومش شايف الشركه، مش شايف الاهداف بتاعه الاورجنايزيشن. احنا عايزين نوصل لكل حاجه ونبيع كلنا وكلنا نوصل للاورجنايزيشنال جولز، الاهداف بتاعه المؤسسه على بعض. انت عينك بصه على تحت رجلك الاهداف بتاعه التيم بتاعنا او انا بس، فمش هرقيك. انت مش مم. شايف الشركه، مش قادر تفتح دماغك وتروح للاورجنايزيشنال ليفل للكونسبشوال سكيلز. عشان كده مهم قوي ان اشتغل على الثلاثه. تكنيكال مهم قوي، بس في وقت هتلاقي نفسك انت مش محتاج التكنيكال. لو انت كنت ديزاينر مثلا والنهارده هتبقى سي او، فانت كنت من 15 20 سنه تعرف تشتغل على الفوتوشوب مم. والستريتور النهارده انت مش محتاجهم. ومن هنا حتى بيجي سؤال دايما الناس بتستغرب ردودنا عليهم احيانا، انه انا جابوا لنا او جابوا مانجر من بره، جابوا ليدر من بره من اندستري مختلفه، ما يعرفش احنا بنعمل الحاجه ازاي، ما عندوش اي تكنيكال سكيلز عن اللي احنا بنعمله. فالرد الطبيعي بالنسبه لنا انه مش لازم يبقى عارف انت بتعمل الحاجه ازاي زي ما انت بتعملها بالظبط. هو محتاج
قدر معين من الفهم اللي يخليه يعرف يحرك التيم تورد بقى جول محدد او هدف محدد كلنا محتاجين نتحرك عليه. بس انا مش لازم علشان اجيب حد، ومن هنا حتى بتيجي فكره انه ليه احيانا بنروح نجيب ناس من بره يس تشتغل في الشركات بتاعتنا يعني. فاحيانا بيبقى في اسباب بيهايند او ورا ان احنا بنروح نجيب شخص من اندستري مختلفه، وقياسا على الموديل اللي اتكلمتي عنه دلوقتي، ايه المهارات اللي انا محتاجها او الحاجات اللي بدور عليها، وهل هي موجوده عندي جوه ولا لا. بالظبط. فخليني حتى اسالك السؤال ده، انه ليه بنروح نجيب ناس من بره؟ يس ممكن الاقي التيم بتاعي شاطر جدا تكنيكلي، متفقين عليها، ما عنديش مشكله في الارقام بتاعتهم، هيومن سكيلز بتاعتهم حلوه كويسه، بس المرحله دي انا عندي جول محتاجه اروح له في اخر السنه مثلا، او محتاجه اروح لحاجه اكبر من اللي احنا فيه، عايزه اكبر الليفل بتاعنا، عايزه اكستند مثلا ان احنا الشركه بتكبر وعايزين نفتح فرع تاني والشخص اللي قدامي ما عندوش مثلا conceptual skills، ازاي مش بيعرف ياخد قرارات بسرعه. مم. فالديسيجن ميكنج حاجه من الحاجات اللي مهما يعني بعدت في الليفلز انت ستيل محتاج تشتغل عليها، مم. لانه انا ممكن اكون باخد قرار ان احنا نطبع المج ده اصفر ولا اخضر وهيبيع انهي اكتر، ولا انا باخد قرار ان احنا ناكواير شركه كبيره ولا لا. مم. او يعني الموضوع بيبقى على كل الليفلز مهم قوي. مثلا انه انا اكون اقدر افهم في الحاجات الفاينانشال، انه كل ما بتكبر كل ما بتبتدي تدرك انه في التايتلز بتاعتك ان انت لازم توصل للمانجمنت ارقام فيجرز، دي مم. اكتر لغه المانجمنت بتفكر فيها وبتبص عليها، لان ده اتجاه البيزنس. فحته ان انا يبقى عندي financial literacy دي حاجه مهمه جدا. decision making, problem solving, financial literacy, strategic thinking، ان انا ابقى فاهم الدنيا، آه، عارف ان انا افهم بقيه الديبارتمنتس عامله ازاي. ومن الحاجات المهمه جدا في الكونسبشوال سكيلز ان انت يبقى عندك الفلكسبيليتي، ان انت تبقى فاهم. انا حتى لو عمري ما اشتغلت في اكاونتنج ولا فاينانس ولا ديزاين ولا ماركتنج ولا انا لازم ابقى عارف الحاجات عامه. عشان كده من اشهر الحاجات اللي الناس بتذاكرها الام بي اي، لان هي عباره عن ايه؟ ماسترز اوف بزنس ادمنستريشن. بزنس ادمنستريشن ان انت تدير اعمال ايا كان نوع العمل. هو عباره عن ايه الام بي اي؟ مم. بيديلك شويه جليمس اوف كل اداره. فانت ايا كان الاداره اللي انت فاهم فيها، انت بس بتبقى فاهم بقيه الحاجات، لان لما تطلع سي او مثلا لازم تبقى عارف كويس قوي ايه الحاجات التانية اللي تتعمل. فانا رايي علشان ابقى بروموتد، يعني عشان اختصر اللي انا قلته ده في تيبس مم. واضحه، اوكي. نمبر 1 اتاكد انه التكنيكال سكيلز كويسه عشان تبين ارقام، ده نمبر 1. اوكي. نمبر 2 اتاكد ان ما عنديش مشكله في الهيومن سكيلز خالص، او ان انا اكون بديفلوب ويبقى باين ان في وضع بيتحسن حتى لو انا عندي مشكله، لان كلنا بيبقى عندنا مشاكل. 3 لازم اركز على conceptual skills. ما ينفعش ابقى عايز اكبر في organization او في industry او اخد تايتلز اعلى من غير ما احاول يبقى عندي فهم beyond اللي انا بعمله. انا عايزه مم. اشوف بقيه التيمز التانية عامله ازاي. فده كده بالنسبه لي الثلاثه تيبس ان جنرال. انت بقى من وجهه نظرك ايه الحاجات اللي انا اعملها علشان ابقى باخد بروموشن؟ بصي، انا متفق على الثلاث نقط اللي انتي قلتيهم ومش عايز اقول اكتر من كده. انا بس اللي يفرق معايا او اللي يهمني الناس تركز عليه فكرة ان الشخص يكون صادق مع نفسه كفاية، ومش بيحاول ان هو يكابر. ودي انا بحب اقولها كتير لانه دي بتعطل ناس كتير بنشوفهم في للاسف. اغلب الشركات. انه لازم ادمت او اتقبل فكرة انه انا ممكن يبقى ناقصني حاجة. مهم. فاول حاجه ارقامي تكون كويسه زي ما انتي قلتي، ولو انا شايف ان في حاجه محتاجه improvement او تحسن او development ايا كان المسمى ايه، تقبل ده، لانه مفيش حد في الاخر هو شخص كامل. طول ما انت عم بتكبر في بوزيشن او في حاجه، انت محتاج ان انت تطور من نفسك، تشوف ايه اللي ناقصك علشان ده مهم. اوكي. ف فتقريبا دي بس اهم حاجه added او additional على النقط اللي انتي قلتيها. اوكي. وده يودينا للحلقة اللي جاية، بالظبط انه كده. لو ان شاء الله خدت البروموشن دي هبقى اول مرة بليد بيبل، مم. اعمل ايه بقى؟ وايه التشالنجز اللي انا ممكن اقابلها؟ ده غالبا اللي احنا هنتكلم عنه بالتفصيل الحلقة اللي جاية. بالظبط كده. فخلينا نقول لهم يعملوا فولو، ماشي، ويفعلوا زر الجرس. الجرس، ماشي بالظبط الجرس ده كده. بتاعي، انا خدت الجرس احتكار. ويا ريت كمان تكتبوا لنا في الكومنتس لو في اي توبيك حابين ان احنا نتكلم عنه. فنشوفكم الحلقة الجاية على خير. باي باي. باي.